الناس وصلوا للكلام ديال العار. ما قدهم النهار الاول فاش وقع هذا الشيء قالوا كلنا اسرائيليون. واش حنا كلنا اسرائيليون؟ كلنا مغاربه، كلنا مسلمون، كلنا فلسطينيون. عايرنا هذيك الساعه، عايرنا قلنا فيه غير اللي ما قلناش فيه غير اللي نسينا. داز عام ديال الاجرام وديال الوحشيه في حق اخواننا الفلسطينيين. نض عاود ثاني كيقول باللي نتنياهو المجرم اللي تحكم عليه باش يتقبض ويمشي للمحكمه الجنائيه الدوليه هذاك رجل ديمقراطي، وحماس مجموعه ديال الارهابيين وما نعرف شنو داك القصه اللي كتعرفوا. فبقيت انا كنتعجب، كنقول هذا السيد كيفاش تيقول هذا الشيء؟ علاش تيقول هذا الشيء؟ فين هو المنطق؟ في الوقت اللي الدول الاوروبيه كتقول بانه الا جا هاد نتنياهو غتقبطوا وغتسلموا للمحكمه الجنائيه الدوليه. طبعا بعض الدول بدات كتراجع في هذا الشيء لانه الصهاينه عندهم اساليب وضغوطات وامكانيات والى اخره. فكنقولوا هذا السيد هذا في وسط المغرب وتيقول هذا الكلام هذا. وناضت واحد الشله عنده شله ديال ما عرفتش نعاود نقول لهم النقافات ولا بلا ما نطيرها للنقافات ياك. واحد الشله عنده ناضت كتتابعوا عاوتاني بنفس الكلام، وناضوا كيشتموا فينا لاننا قلنا لهم هذا الشيء راه ماشي معقول اللي كتقولوا، ماشي معقول هذا الشيء اللي كديروا، وطالبنا بالمقاطعه ديالهم. وانا كنقول لكم واحد القضيه، هاد الناس قاطعوهم، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. فخص الاخوان ديالنا المغاربه خصكم تبقاو واعيين، راه حنايا ماشي شعب لقيط.